أولادي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، جبت لكم النهاردة مراجعة بنك الأسئلة الدين المسيحي الترم الأول. واللي سأل على التوزيع دي توزيعة المنهج بتاعتنا بتاعت شهر نوفمبر. طبعا احنا عارفين انت عام الدراسي 2022 مقسمين عندنا الامتحانات شهر أكتوبر وشهر نوفمبر، وهياخدوا الأعلى درجة منهم يا ولاد، وبعد كده هيضيفوهم على نص السنة مع درجات الحضور ودرجات الالتزام، وهي دي نتيجة نص السنة، وهكذا في الترم التاني إلا لو ما صدرش قرار جديد يعني. يلا نحل مع بعض يا ولاد المحتوى. بيقول: قال الملاك لأم الأنبا بشوي مامة الأنبا بشوي: الرب يقول لك اعطني أحد أولادك ليخدمني. رقم 2: أبارك الرب في كل حين دائما تسبحته في فمي. أنا بقرأ لكم على طول بالإجابة يا ولاد. تتلمذ الأنبا بشوي على يد معلمه الأنبا بموه. رقم 4: الصلاة هي رفع القلب لله، وهي السلم الذي نصعد به إلى السماء. رقم 5: لقب الأنبا بشوي ببشوي الأرماني لأنه كان يرى أرميا النبي في أثناء نومه. أرمياني يعني لقب أو امتداد لأرميا. رقم 6: الصلاة هي دواء المريض وباب التوبة ومفتاح السماء. رقم 7: كان السيد المسيح دائم الظهور للأنبا بشوي لبساطة قلبه ونقاوته. 8: الكنيسة تعلمنا أن نصلي من أجل الوطن ورجال الدين والمجتمع وكل إنسان. 9: صلاة الرب يسوع هي: يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطي. دي اسمها الصلاة السهمية يا ولاد. 10: يوجد جسد الأنبا بشوي في دير الأنبا بشوي في وادي النطرون أو برية شهيد. دي كلها أسماء للمنطقة اللي هي فيها الأديرة بتاعتنا، الأنبا بشوي والسوريان والبراموس والأنبا مقر. طيب نشوف اللي بعدها. بيقولك: وصل بين العمودين. احنا بنحط رقم العمود ألف قدام الإجابة بتاعته اللي في العمود ب. 1: ولد الأنبا بشوي في قرية. رقم 2: بلغ الأنبا بشوي عامه 20 وذهب إلى، هنقول على طول الإجابة، برية شيهيت أو وادي النطرون. 3: تتلمذ الأنبا بشوي على يد الأنبا بموه. 4: ظل القديس الأنبا بشوي معتكفا في قليته مدة 3 سنوات. دي كلها عن قصة الأنبا بشوي يا ولاد. طيب نشوف الدرس اللي معانا بعد كده. بيقول: من أنا؟ ولدت في القرن الرابع في محافظة المنوفية في قرية شنشن. طبعا ده الأنبا بشوي. عندما بلغ بشوي عامه 20 ذهب إلى مكان حلو جدا وتتلمذ على يد الأنبا بموه. طبعا هنقول وادي النطرون. كنت بصلي مع الأنبا بشوي وظهر لنا ملاك وأرشدني أن أبقى في مكاني والأنبا بشوي يذهب لمكان آخر. طبعا ده الأنبا يحنس. 4: من حبي له وحبي لقراءة أسفاره كان يظهر لي ويفسر لي السفر فدعيت باسمه. طبعا هنا الأنبا بشوي بيتكلم عن أرميا النبي. بعد كده: كنت دائم الظهور له لبساطة قلبه وظهرت له أيضا على شكل راهب ورجل عجوز. عند السيد المسيح له كل المجد. مكاني زي السؤال اللي بعده: مكاني التاني لما هجم البربر تركت برية شهيد وذهبت وتنيحت هناك. طبعا هو بيقصد الصعيد في بلدة البرشا مركز ملوي. آخر نقطة بيقول: في القرن التاسع أعيد جسدي لمكان ولا يزال جسدي محفوظا هناك لا يرى فسادا كما وعدني الرب يسوع. ده الأنبا بشوي وجسده في دير الأنبا بشوي في وادي النطرون أو برية شهيد، وجسده لم يرى فسادا زي وعد ربنا ليه لما شاله على كتفه. طيب المحفوظات بتاعتنا ده في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من آية 1 لآية 8: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، وبغيره لم يكن شيئا مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلم والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل يشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آت إلى العالم. كان في العالم كون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، الذين يؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا. ده لغاية كده يا ولاد اللي أعرف إن هو محفوظات عليكم. أنا بس عايزة أوضح لكم حاجة يا ولاد بره المنهج شوية، بس لازم تكونوا عارفينها وأكيد عارفينها في العربي. هسأل سؤال ولو جاوبته في الكومنتات تحت أول إجابة هتجاوب هيكون ليها هدية، وعشان أغششكم الإجابة موجودة في آخر الفيديو. السؤال هو: في البدء كان الكلمة.
الكلمة هنا كلمة مؤنثة، ليه قلنا كان ما قلناش كانت؟ السؤال ده صعب ومش أي حد هيجاوب، وأغششكم الإجابة في آخر السؤال. ما تنسوش لو أول ما تسمعوها اكتبوها لي في الكومنتات، واكتبوا لي المحافظة واسمكم. والفيديو الجاي بإذن الله لسنة 5، أول واحد كتب الكومنتات أو كل اللي كتبوا صح أنا هقول لكم اسمكم في أول الفيديو. تمام يا شباب؟ ونكمل المراجعة يا شباب. هنا وصل بين العملين. أول واحد هيقول أحب الله آدم فخلقه على، طبعا راح هنحط صورته ومثاله. 2 عاش آدم في جنة عدن. رقم 3 خاف آدم أو خالف آدم الوصية بغوايات، هنقول على طول الشيطان. 4 حذر الله آدم أن لا يأكل من شجرة، على طول هنختار معرفة الخير والشر. السؤال اللي بعد كده ما هي مواصفات الفادي المخلص؟ السؤال ده مهم يا ولاد وأكيد هيجي. المواصفات هنختار 3: أن يكون إنسان وبلا خطية، وأن يرضى بالموت بدلا عنه، أن يكون أقوى من الموت لينتصر عليه، وكمان في حاجة ناقصة لازم نكون عارفينها، أن يكون بلا حدود. تمام، وما يكونش بلا خطية، دي اللي قلناها في رقم 1. طيب نوعية الأسئلة اللي هتجيلنا بعد كده، احنا لسه في المحور. من شروط الفادي المخلص أن يكون رئيس ملائكة، طبعا احنا بنصحح الكلمة اللي تحتها خط طبعا غلط، أن يكون إنسان وبلا خطية. الله رقم 2 الله غير محدود، وهب لنا فداء محدود قادرا على مغفرة الخطايا، طبعا لا، الله غير محدود، وكمان وهب لنا فداء غير محدود وهو قادر على مغفرة الخطايا. رقم 3 خلق الله آدم على صورته ومثاله وميزه عن غيره. ميزه بإيه؟ بحاسة البصر، ده اللي عايزك تصححه، لا، ميزه بحرية الإرادة. 4 نزل الله من السماء وتجسد من السيدة العذراء وشابهنا في كل شيء ما عدا، هتصحح كلمة الموت ونكتب الخطية. رقم 5 من شروط الفادي المخلص أن يكون غير قابل للموت، لا غلط، هنغير كلمة غير قابل ونقول قابل للموت. رقم 6 قبل الرب يسوع الموت بإرادته بدلا عن آدم، لا، بدلا عن الخليقة كلها. رقم 7 السيد المسيح دفن في القبر وفي اليوم الثالث أقامه ملاك من الموت، لا غلط، هو أقام نفسه. رقم 8 من شروط الفادي المخلص أن يكون محدود، غلط، أن يكون غير محدود. رقم 9 لابد أن يرفع عنا حكم الموت ويجدد طبيعتنا التي فسدت، وهذا ما وعد به الله سليمان، لا، هو وعد به آدم، أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية. وهنشوف النوعية الجاية من الأسئلة، بس لو ما عملتوش اشتراك يا ولاد متنسوش تنزلوا تدوسوا على العلامة الحمراء اللي جنب اسم القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل المراجعات والمراجعات النهائية. اللي بعد كده بيقول اذكر رموز العذراء في العهد القديم. رموز العذراء في العهد القديم حواء وسلم يعقوب والعليقة وقسط المن لوحي الشريعة. بيقول السؤال اللي بعده اذكر فضائل السيدة العذراء. هو التواضع والتسليم الاحتمال الإيمان الصمت الشكر الطاعة، طبعا وفي فضائل أكتر من كده بس انتوا حاولوا تفتكروا اللي تقدروا عليه. في السؤال اللي بعد كده بيقول من قائل الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ده اللي قالها الملاك جبرائيل. ولو هنكمل يقولك ولمن قيلت للسيدة العذراء، والمناسبة هي البشارة. من ألقاب العذراء أم النور، الملكة، السحابة، العروس، والدة الإله، ألقاب كتيرة جدا يا ولاد. نحاول نحفظ على قد ما نقدر منها. المنهج بتاع توزيع المنهج بتاعنا بتاع نوفمبر قدامكم بالتوفيق. ما تنسوش تكتبوا لي إجابة السؤال. هقول لكم بقى إجابة السؤال دلوقتي. احنا بنقول في البيت كان الكلمة، ليه قلنا كان ما قلناش كانت مع ان كلمة الكلمة مفروض كانت؟ هنقول عشان الكلمة هي بتشير للسيد المسيح، والسيد المسيح إنسان، فنقول كان، يعني قصدنا نقول كان لأن السيد المسيح هو كلمة الله المتجسدة، مينفعش نقول كانت على السيد المسيح. يلا اكتبولي في التعليق لو انتوا كنتوا جاوبتوا ولا ما جاوبتوهاش، ولو لو جاوبتوها صح زي ما انا قلت اكتبوا اسمكم والمحافظة اللي انتوا فيها، وانا هذكر الاسم للناس اللي جاوبت صح. هكتب اقول كل اسمائهم في المراجعة الجاية بتاعت السنة 5. متنسوش تفعلوا الجرس عشان اول ما ننزل مراجعة تاني والمراجعات النهائية تتكتب لكم. في اكتر من مراجعة مش مراجعتين، حابة انكم تشوفوها وتكتبوا لي رأيكم. كانت معكم مس رشا، اشوفكم على خير.